7 أسباب لضعف الذاكرة والتركيز. طرق التعليم الخاطئة بتسبب تشتيت الذهن والنسيان وتداخل في المعلومات، وده بيأثر على استرجاع المعلومات وبيسبب ضعف الذاكرة والتركيز. وانصحكم في الدراسة باستعمال الخرائط الذهنية عشان بتسهل تذكر المعلومات، وبكده بتكون الخرائط الذهنية بتساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. التنفس بطريقة خاطئة، وبكده بتكون كمية الأكسجين اللي بتوصل للمخ قليلة، فيأثر على كفاءة المخ ويسبب ضعف الذاكرة والتركيز. وانصحكم بالتنفس بطريقة مظبوطة ويكون من البطن عشان بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. سوء التغذية ونقص فيتامين B12 والزنك واليود والنحاس والمغنيسيوم. وانصحكم بالاهتمام بالتغذية والفيتامينات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، واتكلمت عن الفيتامينات قبل كده في حلقة وهسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قلة الاهتمام بالرياضة اللي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وبتساعد على سهولة حركة الدم للمخ، فيأثر على التركيز ويحصل ضعف الذاكرة والتركيز. وانصحكم بالاهتمام بعمل رياضة زي المشي نص ساعة عشان بيحسن وظائف المخ وبيحسن عمل الإشارات العصبية الموجودة بين الخلايا العصبية، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الضغط العصبي والإرهاق والإجهاد الشديد بيسبب مشاكل في التركيز وتشتيت الذهن وصعوبة تذكر المعلومات. وانصحكم ناخد فترات راحة للجسم عشان بيساعد على تحسين وظائف المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. قلة ساعات النوم بيسبب عدم التركيز عشان بيأثر على العمليات الإدراكية وصعوبة استيعاب المعلومات. وانصحكم بالنوم وقت كفاية عشان النوم بيساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين عمل الخلايا العصبية في تنسيق المعلومات، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. عدم مراجعة وتطبيق المعلومات كل فترة فيأثر على تذكر المعلومات ويحصل نسيان. وانصحكم بمراجعة المعلومات المهمة كل فترة وخصوصا فترة قبل النوم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 7 أسباب لضعف الذاكرة والتركيز وازاي نعالج الأسباب دي عشان نساعد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.